صباح الخير واهلا وسهلا فيكم ضمن حلقه جديده من برنامجكم برنامج شو صاير. احنا اليوم الاحد 28 12 20 25 28 ديسمبر، كانون الاول 2025 و8 رجب، 8 شهر رجب كشهر قمري هجري. من امبارح لما ضرب زلزال قوي جدا او زلزال مدمر تايوان بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وبعدين تم تنزيل القوة إلى 6.6. قلت بشكل واضح وصريح أن زلزالا مدمرا بهذه القوة من شأنه أن يحرك مختلف الصدوع الزلزالية والخطوط الزلزالية على مستوى العالم. هذا بالفعل اللي صار، حيث حرض هذا الزلزال المدمر زلزالا قويا جدا أيضا جديدا ضرب قبل قليل، قبل حوالي 4 ساعات من الآن، 4 أو 5 ساعات من الآن، ضرب القارة الأمريكية وتحديدا ضرب دولة البيرو. مثل ما قلنا بعد أقل من 24 ساعة لزلزال المدمر اللي ضرب تايوان. الزلزال ضرب بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر. حتبتدي تشوف اللحظات الأولى لوقوع هذا الزلزال القوي جدا والذي اهتزت بعنف عدة مدن في البيرو بسبب قوة هذا الزلزال القوي جدا الذي وقع على عمق 66 كيلومتر على تحت سطح البحر عمليا، لأنه الزلزال ضرب سواحل البيرو. الزلزال ضرب الساعة 9:51 دقيقة مساء بتوقيت البيرو، ولكن 9:51 دقيقة مساء يوم أمس السبت، لأنه توقيت القارة الأمريكية بيختلف عن توقيتنا. هلأ نحن صرنا نهار يوم الأحد، عندهم لسه مساء يوم السبت. هلأ تقريبا بتكون عندهم الساعة الرابعة فجر يوم الأحد، ولكن الزلزال أو الثالثة أو مو الثالثة تقريبا بتكون عندهم 1 أو 2 فجرا. الزلزال وقع عندهم 9:51 دقيقة مساء يوم السبت، عندنا كان يوم جديد، عندنا كان يوم الأحد يعني. على كل فكان عمق الزلزال على 66 كيلومتر، ومركز أو بؤرة هذا الزلزال القوي يبعد عن مدينة تشيمبوت حوالي 42 كيلومتر فقط، وأيضا يبعد تقريبا حوالي 50 كيلومتر عن مدينة تروجيلو. وهدول المدينتين تحديدا شعروا بشكل أكبر بكثير من غيرهم من المدن بقوة وعنف هذا الزلزال القوي جدا عمليا. يعني تصوروا المدن التي تقع على مسافة 500 و 600 كيلومتر من مركز أو بؤرة الزلزال شعرت بهذا الزلزال، فما بالك المدن التي تقع على بعد تقريبا 50 كيلومتر من بؤرة أو مركز الزلزال. كان الشعور قوي جدا بالنسبة لهم، واهتزت بيوتهم بشكل عنيف، والناس مثل ما شفت في الفيديوهات اللي نشرناها أول حلقة هربت وتركت بيوتها على وقع الاهتزاز القوي والقوي جدا. على كل هذا كان كل شيء. كنت أنا معك لحد هلا، طبعا كنت أنا معك أحمد الدرة، معود مقدم برنامج شو صاير. ضلوا بخير.